بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعودنا عند ذهابنا إلى تلك البلدان النائية أن نرى آلاما وفقرا، لكن سبحان الله يظهر الله لك من وسط هذا الألم لوحة من عجائب الأخلاق. عندما زرنا الصومال أخذنا ننتقل كثيرا بين القرى، وسمعنا من إحدى الأخوات عن وجود بيت فيه قصة عجيبة. رجل مع زوجته، هم كبار في السن، الأم شبه مقعدة وعمياء لا ترى، والعجيب أنه قد مات لها 11 ابنا بسبب الأمراض وسوء التغذية هناك. لا إله إلا الله، ما بقي لها إلا ابن واحد. البيت الذي يسكنون فيه لا يوجد فيه سور حتى، فهم يجعلون مكان السور أغصان شجر ميت لتمنع الحيوانات من الدخول إلى داخل البيت. هذه عائلة مكونة من 3 أفراد، وكان في السابق لديهم 12 ابنا وابنة، مات 11 منهم وما بقي إلا واحد، وهو ليس موجود الآن. ذهب إلى الخارج يبحث لهم عن طعام، لأنه في الصباح حضر لهم طعام وانتهى وما بقي طعام آخر. تخيل أن تجرح هذه الأم الضعيفة 11 مرة. الأم كبيرة بالسن، عمياء لا ترى، والأب كبير بالسن أيضا، نظره بسيط، وأبنائهم 11 ابن مات، الواحد تلو الآخر من سنة 84 إلى سنة 92 وهم يموتون ابن وابنة. كيف لقلبها أن يستحمل كل هذه الآلام طوال هذه الأعوام؟ والوضع مزري حقيقة، ويعني الحال يرثى لها، وهم في الحقيقة صابرون محتسبون. اللي يخفف عنهم يقولون على كلامهم هي العبادة، اللي يخفف عنهم قيام الليل، الصلاة وعبادتهم وذكرهم لله عز وجل. لكن أتدري كيف عوضها الله تعالى؟ لقد رزقها ربنا سبحانه بابن قد عوضها عن الأبناء السابقين جميعا. من أجمل المناظر التي أحب رؤيتها في حياتي منظر ابن يبر والديه. هذا ماما؟ ماما هي. الابن يتفرغ لطبخ الطعام لوالديه، لم يخرج لنزهة مع أصحابه، لم يتزوج وينشغل بزوجته عنهم، بل قد وهب وقته لهم وهو فرح بذلك. وهو يصنع طعاما خاصا لهما يكون لينا جدا ومذابا، لأن والديه لا يستطيعون مضغ الطعام. فقلت له: وكيف تأكله أنت وهو كذلك؟ فقال: هو يقول بس يعني إذا هي تحب تأكل أنا أكل معها. نعم، إنه أحيانا يطبخ طعاما لا يشتهيه، ولكن إذا أحب الطعام والداه أحبه هو أيضا، لأن طعم البر أعذب من الطعام. بل إنه يطعم أمه بيده، ويغسل يديها بيده، ويحملها بيده، ويغطيها، ويهمز رجلها، وكأنه مجموعة من الأبناء يهتمون بأمهم وليس ابنا واحدا فقط. إنه يتفنن في بر أمه لدرجة أنه لا يعمل في كل يوم، بل يعمل يوما ويترك العمل يوما لكي يعتني بأمه وأبيه. هل لديه أصحاب؟ هل لديه أصدقاء؟ صاحب الملل، هذا واحد صاحبه. عليه. ليس لي صاحب غير والدي. وأنا ليس لي وقت لغيري، كل وقتي له. اللهم جزاك الله. ترك أصحابه لأجل يصاحب والده، ونعم الصحبة. هل هو عندما يتعب لأجلهم يحس بالسعادة؟ مركز يعني والدك كل انتهى. محاضر يوم فرحت مدرمة سعيد. فرحت مدرمة. يقول أنا أفرح كثيرا وأنا منبسط كثيرا، يعني مبسوط 100 يعني. مبسوط. وهي أيضا تحب أن تسمع القرآن منه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أخونا شريف أحد أعضاء فريق العمل كان قد ترك والدته مريضة في بلدها، فلم يستحمل ذلك الموقف. عموما أخواني أخواتي، أخونا شريف الآن قد توفيت والدته،
ونطلب منكم من فضلكم الدعاء لها. أما هذا الشاب من الصومال فإنه لا يزال يظهر أجمل معاني البر في تلك الأم التي يعتني بها. أخي الكريم، أختي الكريمة، لن يبقى إنسان مع والدته طوال حياته، إما أن تفارقه وإما أن يفارقها، ولكن ألا تظن أنه كنز يذوب يوما فيوم حتى تستيقظ فلا تجده؟ بكى أحد الصالحين في جنازة أمه فقيل له في ذلك: ماذا تبكي؟ فقال: والله ما أبكي أن أمي قد ماتت، ولكني أبكي أن بابا من أبواب الجنة أغلق علي اليوم. هيا يا إخوة الأخوات، فنذهب الآن ونظهر أفضل ما عندنا لآبائنا وأمهاتنا. فليجعل الإنسان في قلبه أن لا يخرج من باب أمه وأبيه إلا وقد رسم عليهما أجمل ابتسامة، وقد أدخل عليهما أحلى سرور. أن لا يكون للإنسان هم في قلبه إلا أن يكون أبوه وأمه على قدر من الرضا عنه بما يفتح له من أبواب الجنة ما يرضي الله عز وجل عنه. اللهم أطل أعمارهم في طاعتك، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم احفظ من بقي منهم، اللهم اجعل الملتقى في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بأحبابنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجبر قلوبنا على فقد أحبابنا. اللهم إنا نسألك أن تكتب لهم أعلى مراتب الجنة. اللهم نسألك أن ترزقنا بر أبنائنا وبر بناتنا. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن اجتمع تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.